يسعى بالمناسبة نعم في الخط الهجومي لمنتخب الألبي سيليست الذي يتوفر بكل تأكيد على الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب 6 ألقاب، وإن كان آخرها في 2007 مشاهدي الكرام، وقبل في 2005 مع الأسطورة نعم ومن النجم الكبير ليونيل ميسي الذي أبدع في ملاعب هولندا وقت المنتخب المغربي، سجل ملحمة رائعة بوصوله إلى نصف النهائي. إذا انطلقت المباراة بصافرة الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني، نعم هو الذي سيقود هذه المواجهة. مشاهدينا الكرام هنا الخطأ يأتي مع البدايات، الخطأ يأتي مع البداية. الضربة الحرة نعم التدخل الماضي كان عن طريق اللاعب اسماعيل باعوف. مشاهدينا الكرام ال 3 بي نثق فيه كثيرا، ال 3 بي بايار باعوف وبختي الثلاثي على مستوى المنظومة الدفاعية. واضح بأن محمد وابي يحافظ على نفس نظامية اللاعب. ستلعب هذه الضربة الحرة لفائدة المنتخب الأرجنتيني، تصل على الجهة اليمنى. هنا اللمسة راميريز يرفع لكن سالة بعد ذلك تصل إلى حارس المرمى اليوم البديل إبراهيم غوميز دخل للأجواء. لا ننسى بأنه لعب المباراة الأولى أمام المنتخب المكسيكي ولعب دقائق في المباراة الماضية وفي ظروف صعبة في الوقت الذي كان فيه الضغط كبير من فرنسا. يا سلام على اللمسة والانطلاقة من علي معما ينادي من الجهة اليمنى العرضية، ولكن أقرب إلى حارس المرمى وكأن معما تسرع في الكرة الماضية. هنا حاول أن يوصلها لياسر الزابيري. أنا أعرف أن عثمان معما 1-على-1 ممتاز جدا وكان بإمكانه أن يتقدم بها الكرة، لكن أتمنى القادمة تكون أفضل بينما هنا إصابة في صفوف المنتخب الأرجنتيني. أكيد أنتم تابعتم منتخب الأرجنتين ونحن نتابع اللمسة الرائعة من القائد حسام الصادق. وأنا ما هذا الطريق لعلي معمر للتقدم أكثر بحثا عن معمر. بكل تأكيد لما تابع مباريات منتخب الأرجنتين يعرف نقاط قوة هذا المنتخب. منتخب لا يسيطر على فكرة. لو تشوف نسبة استحواذ منتخب الأرجنتين في هذه البطولة عادة ما يكون أقل من منافسيه، الدليل ما حصل في مباراة كولومبيا وأكثر شيء في مباراة المكسيك. تتذكرون الأرجنتين عندما فازت بنتيجة هدفين نسبة الاستحواذ كانت مكسيكية تقريبا 70%، لكن الفعالية حضرت من المنتخب الأرجنتيني. هذا معناه أن الأرجنتين بالعادة لا تسيطر كثيرا، الأرجنتين لا تضغط مع البدايات، الأرجنتين تنتظر دائما، الأرجنتين تترقب، الأرجنتين في الكثير من الحذر على مستوى الأداء، وبالتالي ربما ننتظر الدقائق الأولى ستمضي هكذا بحذر من لاعبي المنتخبين في انتظار من سيقوم بالضربة الأولى. لكن هنا المرور جميل والخروج بالكرة كان في منتهى الروعة بين علي معمر ونعيم بايار وحسام الصادق قبل أن تصل لعثمان معما. طريقة مميزة في الخروج على فكرة. هذه من الأشياء الإيجابية ومن الصور التي تعودنا عليها، الصور التي تكررت في مباريات المنتخب المغربي. الهدوء، الثقة، الجانب الذهني، لا خوف على المنتخب المغربي، لأن ما شاهدناه في المباريات الماضية يؤكد لنا بأن منتخب المغرب على مستوى الذهني حاضر في المواعيد الكبرى. واليوم ربما الضغط سيكون أكثر على منتخب الأرجنتين لأنه هو المرشح أكثر للفوز باللقب، لكن أيضا ما قدمه المنتخب المغربي طيلة دقائق وطيلة مباريات هذه البطولة تشفع له كذلك بأن يتوج باللقب العالمي. إذا تتواصل المباراة. هذا هو باربي، أبرز أسماء المنتخب الأرجنتيني، الأسماء المؤثرة في أداء المنتخب الأرجنتيني. هناك لاعب توماس بيريز لاعب نادي بورتو، بريسياني لاعب نادي بنفيكا، وخاصة الظهير الأيسر اللاعب سولير لاعب نادي بورموس. هذا هو الثالوث المؤثر في مسار المنتخب الأرجنتيني. صحيح نتكلم عن مجموعة قوية، مجموعة منسجمة، مجموعة تجيد التموضع في أرضية الميدان، لكن نتكلم كما ذكرت عن 3 لاعبين محوريين، 3 لاعبين مهمين جدا. سولير الظهير الأيسر، بيريز في عملية الخروج بالكرة صاحب الرقم 15، وأيضا بريسياني اللاعب رقم 20. هذا اللاعب صراحة لا يجب أن يترك، هذا اللاعب لا يجب أن تترك له الحرية على مستوى التنظيم الهجومي لمنتخب الألبي سيليست. هناك خطأ طبعا، الاندفاع، تدخلات، هذه سنراها كثيرا في مباراة اليوم. منتخب الأرجنتين عنيد في الالتحامات، قوي جدا في الصراعات، وهذا الشيء الذي رأيناه في اللقاء الماضي أمام منتخب الكافيتيروس.
منتخب كولومبيا، بينما اللمسة الماضية عثمان معمر، لكن الحكم انتبه لخروج الكرة مباشرة إلى التماس. عادت الكرة لإسماعيل باعوف يمشي لبختي، بعد ذلك بختي يعيدها لباعوف. علي معمر في الجهة اليمنى، عودة علي معمر مهمة جدا في مركز يا ظهير الأيمن. الكرة الطولية ياسر الزبيري ماذا هناك؟ الإعلان عن ضربة جزاء. هنا هل يتم الإعلان عن ضربة جزاء؟ كان هناك تدخل من حارس المرمى، احتجاج من الزبيري في اللقطة الماضية. هنا التمريرة طويلة في اتجاه الزبيري وحارس المرمى، بعد ذلك يخرج يقطع كرة تبقى مغربية. هنا المعنويات مع البدايات رائعة جدا، عالية جدا. معمر استلم الكرة، معمر. هذه مباراة يعني بهذه اللغة تحتاج إلى مقاتلين، إلى محاربين، لأنه نتكلم بعيدا عن كرة القدم نعم، ولكن نتكلم عن الندية وعن القتالية وعن النفس الحارة كما يقال بالعامية المغربية. هنا لازم تكون حار في لعبك من أجل كسب النزالات الثنائية، من أجل أن تكون الفعالية حاضرة. بينما هنا اللقاء سيتوقف لأن هناك نقاش يدور حاليا بين محمد وهبي والحكم الرابع للمباراة. إذن وهبي يرفع البطاقة الخضراء في هذه الأثناء، وهبي يرفع البطاقة الخضراء في هذه الأثناء ويلزم حكم المباراة للعودة إلى الشاشة لمتابعة اللقطة. هل كان فيها فعلا ضربة جزاء؟ هذه الإعادة على انطلاقة من الجول يدور ياسر الزبيري. فيها تدخل. شوف هنا سبق للكرة ياسر الزبيري، ثم وقع الالتحام. بعد ذلك سننتظر القرار. هذه الإعادة مرة أخرى، الصراع بين حارس المرمى ياسر الزبيري. الكرة كانت قريبة من الشباك. هنا الحكم يدقق، هنا الحكم يفصل في جزئيات اللقطة الماضية. هل ترقى للإعلان عن ضربة جزاء؟ بينما هنا اليد اليسرى، عينك على اليد اليسرى، كيف أعاق تقدم الزبيري. نعم اليد اليسرى لحارسي المرمى واضحة تماما. باربي، شوف هنا ياسر الزبيري سبق للكرة، قدمها للأمام، ولكن عينك على اليد اليسرى لحارسي المرمى كيف تحركت وكيف أعاق تقدم ياسر الزبيري. هنا ستتضح أكثر، هنا ربما تتضح أكثر. قدمها يا مخرج. نريد أن تكتمل اللقطة لتروا بأن اليد اليسرى لحارسي المرمى أعاقت التقدم للمهاجم ياسر الزبيري. من هنا. نعم واضح النية في عرقلة تقدم ياسر الزبيري من حارسي المرمى في انتظار طبعا القرار النهائي، ولكن أنا أراها بأن فعلا تدخل كان متعمد من حارسي المرمى، والقرار يجب أن يكون منصفا للمنتخب المغربي على ياسر الزبيري. نعم في انتظارك يا الإيطالي. هل ترقى هذه إلى بطاقة حمراء؟ إن كان في تعمد، والتعمد موجود، فالقانون واضح. إذا التعمد موجود في اللقطة، وفعلا حارس المرمى نية التعمد في إيقاف اللاعب ياسر الزبيري، معنى البطاقة الحمراء موجودة لحارسي المرمى باربي بالفعل. معنى أن البطاقة الحمراء موجودة. هنا الإعادة والتعمد موجود في إيقاف ياسر الزبيري. الحكم أخذ وقتا طويلا. لما الحكم يأخذ كل هذا الوقت معناه أنه متردد في الإعلان على القرار، ولكن الإسراء كيف تحركت وأعاقت تقدم ياسر الزبيري. هذه بطاقة حمراء لا نقاش فيها، بطاقة حمراء بكل موضوعية لحارسي المرمى. نعم باربي. إذا سننتظر ونستمع لقرار الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني. Goalkeeper from Argentina make a foul outside the penalty area. It was not denying an obvious goal scoring opportunity because there is no possession of the ball after the kick from the attacker. So free kick and yellow card. إذن يكتفي فقط بالبطاقة الصفراء. هنا
لا وجود لبطاقة حمراء، بطاقة صفراء. نعم بطاقة صفراء. صراحة كانت ترتقي إلى البطاقة الحمراء يا الإيطالي، كانت ترتقي إلى البطاقة الحمراء. نعم في نهاية المطاف يحتسب ضربة حرة على مشارف منطقة الجزاء. طبعا حارس المرمى كان الأخير، طبيعي جدا الفرصة كانت واعدة. في نهاية المطاف حكم المباراة الإيطالي يكتفي بإشهار البطاقة الصفراء. هنا الإعادة مرة أخرى. اللقطة الماضية تدخل كان في تعمد واضح. عموما هذا تقدير الحكم. في نهاية المطاف أشهر البطاقة الصفراء عوضا عن البطاقة الحمراء، وأنا أعتبر بأن القرار قاسي في حق المنتخب المغربي. عدم إشارة البطاقة الحمراء قاسي. عموما سنتابع الضربة الحرة. هل نرى في الشباك يتناقشون يتحاورون هنا يفكرون كيف سنلعبها، من سيسدد؟ القرار يأتي بعد لحظات لأن هناك نعيم بيار وهناك ياسر الزابيري. نعم حب وعشق كبير، حب مغناطيسي وحب وعشق كبير للشباك. فهل ستزور الشباك مرة أخرى يا ياسر يا الزابيري؟ عينك على الشباك الأرجنتينية، تعشق اليوم الشباك الأرجنتينية. ياسر الزابيري حكاية عشق مع الشباك، حب مغناطيسي مع الشباك، حكاية عشق مع الشباك. قلت مشاهدينا الكرام هل يتجدد العهد مع الشباك؟ هدف عالمي يا ياسر يا الزابيري. هكذا سجل في أحلى نهائي، هكذا جاء الخبر السعيد بالضربة الأولى في الشباك الأرجنتيني يا ياسر يا الزابيري. نعم هنا الضربة الأولى، هنا الفرحة الأولى في مدرجات ملعب سانتياغو. يأتي الخبر السار بيسرى ساحرة. ما هذا الأداء، ما هذا الجمال، ما هذه اليسرى الساحرة. نعم في الشباك الأرجنتينية على طريقة الكبار، على طريقة النجوم الكبار. إني أرى في الشباك يا ياسر، إني أرى في الشباك يا ياسر يا الزابيري. 1-0 للمنتخب المغربي. نعم أي بداية، أي انطلاقة، أي هدف هذا يا ياسر يا الزابيري. نعم من حقك أن تسعد لأنك تلعب النهائي، لأنك تلعب في المونديال، لأنك تسجل في مرمى منتخب الأرجنتين. 13 دقيقة 1-0 النتيجة تتغير في النهائي. الحلم جيل الحالمين يواصل هذه الرحلة بضربة الزابيري وبهدف الزابيري العالمي في الشباك الأرجنتيني. نعم رأي ياسر الزابيري، عرف كيف يستغل الضربة الحرة، حطها في الزاوية البعيدة في المكان الصعب على حارس المرمى باربي. مشاهدينا الكرام تمريرة أرجنتينية، بداية أكثر من رائعة، بداية مثالية ودخول فعلا أكثر من مميز من المنتخب المغربي في هذه المباراة. الكرة للأمام، علي معمر، بعد ذلك رأسية عادت إلى حارس المرمى إبراهيم غوميز. ياسر الزابيري اللاعب الغير محظوظ صراحة، لأن الهدف في مرمى فرنسا لم يحتسب له، وكذلك الهدف نعم واحد من الأهداف اللي سجلها أيضا في الأدوار الإقصائية، وبالتالي فقط هذا هو الهدف الرابع لياسر الزابيري في مشوار المونديال. يبقى الهداف هو ميشيل مع فياريال ومع كريماتشي لاعب الولايات المتحدة الأمريكية. 3 لاعبين عندهم 5. ياسر الزابيري الآن يسجل رابع الأهداف في هذه البطولة. ياسر الزابيري نعم برجله، لكن نقول بقلبه بكل جوارحه، حس بالشباك. نعم لأنه عنده حكاية وعنده رواية وعنده عشق مع الشباك، حب مغناطيسي هكذا ولقبه مع الشباك يا ياسر الزابيري. مشروع هداف كبير ما شاء الله. الكرة عادت إلى ياسر وهنا يحاول استرجاعها، عادت أرجنتينية من الجهة اليمنى. بكل تأكيد الأرجنتين ستحاول العودة في نتيجة المباراة. الكرة تصل على الطرف الأيمن، كاريزو للخلف، نقلة بعد ذلك على الجهة اليسرى.
استلام على طول هناك لجوروسيتو. جوروسيتو يرفع الكرة، تغطية ممتازة، الزواني يساند، هنا يلعب للأمام في اتجاه الزابيري لكن مقطوعة سريعة. تعود مرة أخرى أرجنتيني. على فكرة أصداء الجماهير المغربية تصلنا، أصداء فعلا يسمع أصوات الجماهير المغربية كما الجماهير التشيلية التي تساند بكل تأكيد أسود الأطلس علي معمر مع بريسياني. هذا الخطير، هذا الخطير، هذا اللاعب الخطير الذي لا يترك، هذا اللاعب الخطير الذي لا يجب أن تمنح له الحرية. بريسياني رقم 20 لاعب نادي بنفيكا البرتغالي. هذا بريسياني، هذا بريسياني قصير القامة لكن يعني موهبة رائعة صراحة، موهبة أرجنتينية اكتشفناه في هذه البطولة. لاعب بريسياني ستلعب الركنية الأولى إذن للمنتخب الأرجنتيني. ربع ساعة على انطلاق هذه المواجهة. تلعب الركنية عن طريق اللاعب بريسياني. بريسياني يسعى لتنفيذ لكن هناك صراع بالفعل، صراع، لكن نحضر يا شباب من استفزازات اللاعبين الأرجنتينيين. يجب أن نحذر من هذه النقطة لأن البطاقات الصفراء يجب تفاديها، بطاقات صفراء يجب تفاديها لأنه ممكن مع مرور الدقائق أي لاعب ينال بطاقة صفراء سيكون ضغط كبير عليه. بريسياني تلعب هذه الركنية قصيرة مرفوع على القائم الأول بالراس، يتدخل الزبيري في مساندته للمدافع. ممتاز الزبيري، ممتاز الزبيري دائما وابدا في الكرات الثابته، يتواجد مع بقيه رفاقه داخل منطقه الجزاء لانه بطول قامته يكون حاضر عاده في القائم الاول، يساند في الكرات العاليه. أرجنتينيا الكرة عن طريق لاعب كونيا على مشارف منطقة الجزاء لكن مقطوع الكرة بعد ذلك لمسة يد، لمسة يد، هل فيها لمسة يد؟ عادت أرجنتينيا مع مرت عليك بريسياني على الطرف الأيسر، هذا هو سولير، خطير سولير، خطير سولير يعكس هذه الكرة. أول عرضية من سولير، يلا يا سابيري هنا في عملية التحدي دفاعات المنتخب الأرجنتيني. هناك خطأ ياسر، انتبه يا ياسر من البطاقات، انتبه يا ياسر من البطاقات. هنا كان عندك تنبيه شفهي لكن لا نريد أي تدخلات من شأنها تعطينا بطاقات صفراء وتصعب علينا الأمور، لأن أي لاعب ينال بطاقة صفراء معناه أنه سيكون مضغوط، يكون عليه ضغط خوفا من تلقي بطاقة صفراء ثانية. الكرة تصل على الجهة اليسرى لأن الأرجنتينيين يبحثون ويلعبون كثيرا على هذه النقطة. مقطوع الكرة لبريسياني، بريسياني على الطرف الأيسر، هنا مراقب من عثمان مساند لمعمر. بريسياني برافو يا معمر، برافو يا معمر وبرافو يا عثمان يا معمر، هو من أبعد الكرة. لاحظ هذه الأدوار الدفاعية التي يقوم بها اللاعب عثمان معمر في مساندته لعلي معمر في جهته اليمنى. الركنية الثانية للمنتخب الأرجنتيني. لاحظتم بأن الأرجنتين تلعب كثيرا على اللاعب بريسياني في جهته اليسرى. بريسياني الآن لذلك عمل كبير ينتظرك يا علي معمر في هذه الجهة التي يتواجد فيها بريسياني. مرفوع الكرة على القائمة الثانية، برافو برافو إبراهيم، برافو ابراهيم، واثق من نفسه ابراهيم، واثق من نفسه. صحيح كان بديل في المباراة الماضية، كان الحارس الاول هو يانيس، لكن انا المس فيه هذه الثقة وهذه الشجاعة اليوم ليكون بطلا من ابطال هذا النهائي. الكرة ومرور، وهناك خطأ، نعم خطأ ياتي تدخل الماضي عن طريق اللاعب رقم 7 كاريسو. نعم كاريسو زواني في عملية المرور والمسك المتواجد، وبالتالي ضربة حرة لفؤاد الزواني. كرة في وسط الميدان، مرسل الأمام عثمان معما يضغط ولكن الكرة تصل بعد ذلك إلى رمية جانبية. نعم التماس في هذه اللحظات. تلعب الجانبية بسرعة للأمام لفائدة المنتخب الأرجنتيني. الكرة لجوروسيتو، جوروسيتو إلى جانب راميريز في وسط الميدان. بدأ الاستحواذ طبيعي جدا للمنتخب الأرجنتيني هنا بحثا
عن العودة في نتيجة هذه المباراة. الكرة واصلة ناحية اللاعب راميريز لبيريز. بيريز يمشي فيالبا سولير يطلبها على جهته اليسرى. سولير يتقدم لكنه مراقب من عثمان معمة. عادت أرجنتينيا مرة أخرى. نعرف مسيرة الأرجنتين في نهائيات كأس العالم للشباب. لهنا كانت ولادة أبرز النجوم، أبرز الأسماء، بينما كرة ومرور. هنا التغطية لازم حضور الآن في لقطة صعبة. معمر يؤمن هذه الكرة لكن عادت إلى بريسياني يتحدى معمر. بريسياني برافو يا معمر، يقف سدا مانعا أمام كرة اللاعب بريسياني. لاحظ الخطورة دائما وأبدا تأتي من جانب بريسياني. اكتشاف هذه البطولة في منتخب الأرجنتين كما كان الحال بالنسبة لنجوم الألبي سيليستي، بدءا بدياغو مارادونا في 79 في بطولة الشباب، مرورا بسافيولا 2001، ووصولا إلى ليونيل ميسي وتساباليتا في 2005. الهربة، الانطلاقة، اللمسة من عثمان، العرضية ممكن. جسيم بايار وسوء التفاهم في اللقطة الماضية. عادت مرة أخرى مغربية. الصادق راوغ، يا سلام، الصادق يسدد ولكن باربي بعد ذلك كان بالإمكان أفضل مما كان في اللقطة الماضية. نعم، قبل تسديدة الصادق بين معمة والزابيري ضاعت فرصة الهدف الثاني. بإمكاننا أن نضرب خط دفاع في المرتدات، كل شيء يبقى ممكن. الكرة تصل على جهة اليمنى، فائدة المنتخب الأرجنتيني. تحضير جوروسيتو. هنا بريسياني خطير، بريسياني يتقدم، ولا زالت صعبة. الدفاع في آخر لحظة، العودة للخطأ يقول الحكم الإيطالي. الحكم يقول كان في مخالفة. أنا حذرتكم من هذا اللاعب، قلت بأن هذا اللاعب استثنائي، هذا اللاعب خطير، هذا اللاعب لا يترك. هل لاحظتم مهارة مروره في نهاية المطاف؟ التغطية الدفاعية موجودة. هذه الإعادة، عثمان معمة، برافو. هنا في المساندة، قطع الطريق أمام بريسياني لكن الحكم عاد إلى الخطأ. في تدخل على مشارف منطقة الجزاء، تقريبا هي من نفس وضعية ياسر الزابيري لما سجل الهدف. عموما طريقة وقوف الجدار لازم تكون جيدة جدا. طريقة وقوف الجدار مهمة، تموقع حارس المرمى كذلك مهم، لأن هناك أفضل من يجيد الضربات الحرة. لدينا كاريسو ولدينا كذلك اللاعب بريسياني على السور. بريسياني، كاريسو، غوميز يترقب، ينتظر في كرة قد ترفع على الجدار. رد بالك يا غوميز، قد ترفع على الجدار هذه على القائمة الأول، على القائمة الأيمن. عموما كاريسو، بريسياني ربما كاريسو، مرة جانبية. يعني كنا نتوقع بأن كاريسو سيرفع على الجدار. بالفعل هذه الإعادة مرة أخرى، رفع على الجدار لكن لحسن الحظ مرة جانبية عن المرمى المغربية لتصل بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان. لقطة كانت صعبة جدا. كرة للأمام، ياسر الزابيري عمل الكنترول ممتاز، انطلق معمة. عثمان 1 على 1، عثمان راوغ، يا سلام يا عثمان، يدخل عثمان، يسدد عثمان، والكرة بعد ذلك تتحول إلى ركنية. نعم، لمست المدافع شوية، لعبة جماعية يا عثمان. أعرف بأنك ممتاز فرديا، أنت ممتاز، 1 على 1 أنت ممتاز، 1 على 1 أنت فنان، لكن عندما تكون لديك المساندة، لما يكون لديك لاعبين آخرين في وضعية أفضل، من المستحب ومن الأفضل أن تمرر لأحد زملائك. لكن عموما هنا يصطاد الركنية الآن في صراع الرؤوس، هنا في صراع طوال القامة. ترفع هذه الكرة مقوصة الرأسية، من يتابع الكرة الثانية؟ نعيم بايار، لمن يا بايار؟ الخروج بالكرة من الأرجنتين لا زالت
المغربية. جسيم دخل، جسيم عبر، مرر الكرة بعد ذلك، ولكن بريسياني نحذر من خرجات الأرجنتينيين، ونحذر من مرتدات الأرجنتينيين، ونحذر من سرعات ومهارات الأرجنتينيين، لكن تقطع الكرة. ممتاز العودة. إبراهيم، كرة في منتصف الميدان، لم يتحكم فيها خليفي، بعد ذلك إلى التماس. انتصف تقريبا الشوط الأول 1-0 دائما للمنتخب المغربي عن طريق ياسر الزبيري من ضربة حرة مباشرة. كرة في منتصف الميدان، هكذا هي أحلامهم، هكذا هي طموحاتهم، لا سقف لها. نعم الطموحات تتواصل، وحلم النهائي بأمل الانتصار والتتويج باللقب العالمي كل شيء ممكن بهذه المواهب وبهذه الإمكانيات التي أسعدتنا، التي قدمت لنا فعلا لوحات جميلة جدا وعروض باهرة في هذه البطولة العالمية. الكل صفق لها، من إسبانيا إلى البرازيل إلى كوريا إلى أمريكا ووصولا إلى فرنسا، والختام هنا يكتب النهائي أمام منتخب الأرجنتين. طبعا الأرجنتين هذا هو سولير. على فكرة سولير قائد المنتخب الأرجنتيني كان متواجدا مع الألبي سيليستي في الألعاب الأولمبية. تتذكرون تلك المباراة العجيبة المثيرة الغريبة ولكن الجميلة في نفس الوقت للمنتخب المغربي في الأولمبي جيمز، الألعاب الأولمبية، عندما فزنا على الأرجنتين. سولير كان ضمن قائمة المنتخب الأرجنتيني، لذلك هم يعتبرون هذه المواجهة ثأرية، لأن حتى الجماهير الأرجنتينية لم تنسى ما حصل في الألعاب الأولمبية عندما فاز المنتخب المغربي على الألبي سيليستي. كرة للخلف، استلام عن طريق بيريز يستلم الكرة، يتقدم، يبحث عن الحل، يمررها على جبهته اليمنى. لا زالت أرجنتينية، دائما نتكلم عن نفس المنظومة الدفاعية التي اشتغل عليها محمد وابي منذ بداية هذه البطولة. بريسياني يرفع الكرة بعيدة، اتركها إلى ضربة مرمى. نعم فؤاد الزواني يتركها بعد ذلك إلى ضربة مرمى. هذا أكثر من تحرك، وهذا نعم أكثر من يعول عليها الجمهور الأرجنتيني. إنه بريسياني تقريبا نصف القوة الضاربة لمنتخب الألبي سيليستي في الخط الهجومي، أكثر من ناور وأكثر من تحرك في الجبهة اليسرى. لكن ثقتنا في معم. كرة على الطرف الأيمن لفائدة المنتخب الأرجنتيني. استلام من فيالبا سولير، هذا هو اللاعب سولير، يأخذ دقائق في فريق بورموس على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما الحال بالنسبة لثنائي الدوري البرتغالي كروسيتو أو كاريسو أو بريسياني مع اللاعب بيريز لاعب نادي بورتو، على فكرة بورتو البرتغالي. كرة في وسط الميدان، بريسياني، الضغط ممتاز، برافو نعيم، الهربة في المساحة، يلا سير يا عثمان، امشي يا عثمان، العرضية وعثمان الزبيري، جول! الشباك يا ياسر، الشباك الأرجنتيني تهتز في هذه اللحظات، وفرحة بالراية المغربية عالية في المدرجات. هكذا عادوا ليسجلوا، هكذا قادوا التحدي، بداية من عثمان معمعة يا عثمان، جاب عثمان، حطها عثمان، والزبيري القناص، الزبيري الجوليادور، الزبيري نعم الهداف، يسجل الثاني. من هنا البداية، ومن هنا أصل الحكاية، هي الهربة. سير يا عثمان، مشى عثمان، مرر عثمان على المقاس، حطها برجله اليسرى. ساحرة يا الزبيري، بالمليون تاع يبدع. 2-0 يا أسود، 2-0. يسمع الزئير من سانتياغو يا سادة يا كرام، زئير الأسود يسمع من بعيد. الزبير يسأر
للمرة الثانية، نعم، في مباراة الملحمة وفي مباراة للتاريخ وفي مباراة النهائي. أمام من؟ أمام منتخب بلاد التانغو وبلاد مارادونا وميسي وبلاد الأساطير الأرجنتينية. كرة في وسط الميدان. تذكروا ماذا قلت لكم، تذكروا ماذا قلت لكم. قد نضرب الأرجنتين في المرتدات، قد نضرب الأرجنتين في المرتدات، وهذا ما حصل في كرة الزابيري، نعم، بانطلاقة وهربة لعثمان معمة. برافو يا معمة، معمة جاته كرة مررة، كرة في الجهة اليسرى على العرضية الرأسية، بعد ذلك عادت مغربية. يا لروعة الصادق، امشي يا معمة، اهرب معمة، انطلق معمة. لا يمر لا يمر لا يمر لا يمر. هذا القطار الذي لا يتوقف، هذا القطار الذي لا يتوقف، هذا القطار المكوك السريع، صعب ايقاف عثمان معمة. رائع، يمشي كالعدائين عثمان. هذه لحظات مرتبك فيها المنتخب الارجنتيني، لازم نستغل هذه الفترة. بريسياني، كرة في منتصف الميدان وهناك صافرة، نعم، تأتي، الخطأ موجود والضربة الحرة لفائدة المنتخب الارجنتيني عن طريق بريسياني، لكن في معمر. هذه مرت بسلام يا معمر، هذه مرت بسلام يا معمر. انتبه للبطاقة الصفراء يا معمر. كرة في وسط الميدان، عناصر المنتخب الارجنتيني، العرضية معمر، بعد ذلك معمر في النهاية إلى ركنية. زابيري الآن أصبح يتساوى على مستوى قائمة الهدافين. زابيري 5 أهداف الآن، نعم 5 أهداف. الكرة من جديد، فائدة المنتخب الأرجنتيني. هنا ستلعب الركنية مرفوعة في القائم الأول بالراس. برافو الزابيري، لا زالت الهجمة الأرجنتينية على انطلاقة في العكسية، لكن لم يتحكم فيها جاسين. طبيعي جدا، الأرجنتين الآن تترك لنا مساحات في الخلف، يجب أن نستغل في التحولات السريعة. الكرة للأمام، فائدة المنتخب الأرجنتيني على جبهته اليمنى. العرضية قد تأتي، المرور بعد ذلك، في عرضية لان بريسياني في دفع، نعم، برافو. واضح النرفز على اللاعبين الأرجنتينيين، واضح النرفز، والحكم يوجه بطاقة صفراء لأن بريسياني يحتج. الآن يعيشون توتر ونرفزة واضحة يجب استغلالها. الآن هم متوترين متنرفزين، الآن ينالوا البطاقة الصفراء. بريسياني الكارت الأصفر في هذه اللحظات. ما تشوف بريسياني متوتر بهذا الشكل، نرفزة واضحة عليه، معناه هذا يأثر على تركيزه، لكن نبقى حذرين. أتمنى أن محمد وهبي يقول للاعبين تعاملوا مع المباراة وكأنها 0-0. هذه اللقطة اللي كان فيها كلام بصراحة، اللقطة اللي كان فيها كلام بخصوص بطاقة حمراء، لكن يبرد القلب ياسر الزابيري، يبرد القلب، برد قلبنا هنا في لقطة أبدع فيها ياسر الزابيري وعثمان معمة. يا سلام على الباس، يا سلام على العرضية في اتجاه ياسر، أكملها نحو الشباك. نعم، أنتم تصنعون ملحمة كبيرة هنا في أرض تشيلي، نتمنى أن تكتمل بسلام. أكونيا يخرج في هذه اللحظة، أكونيا يخرج في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. إذن ستلعب الضربة الحرة عن طريق إبراهيم سيلفيتي. يدخل سيلفيتي، نعم، البديل في صفوف منتخب الأرجنتين. خليفي، لمن يا خليفي يتحصل بعد ذلك على رمية جانبية. التماس للمنتخب المغربي الآن. عادت من جديد إبراهيم غوميز. يا إبراهيم، كرة توصل على الطرف الأيسر، لعبة سهلة يا إبراهيم، لا تنتظر، كرات مثل هذه ما تستناش فيها، اضربها بسرعة. عادت الكرة الأرجنتينية
الجهه اليسرى سولير. لاحظ بان مدرب المنتخب الارجنتيني حاول يصحح الوضعيه باجراء لتغيير كره في وسط الميدان، تمشي لديلغادو يغير تماما على الطرف الايمن، العرضيه داخل منطقه الجزاء ولكن ليس فيها خطا، ليس فيها خطا. عادي الان يحاولون البحث عن الاخطاء داخل، لكن اسماعيل بختي موجود. هذا اسماعيل بختي. برايم غوميز تلعب الكره، باعوف يرسلها طويله لمن صادق يتقدم الان بالراس، عادت الى حارسي المرمى بعد ذلك باربي على الصوره. باربي 10 دقائق تقريبا تبقت على نهايه الشوط المباراتي الاول. الارجنتين تستحوذ ولكن المرتدات والسرعه والفعاليه حاضره. الم اقل لكم بان لاعبي الارجنتين متوترين، لاعبي الارجنتين متوترين جدا، مرتبكين في بعض الكرات، لذلك سيكون السيناريو اكثر من رائع لو المنتخب المغربي سجل الثالث. في مسك نعم عثمان معما العرضيه، ولكن وصلت بعد ذلك سهله الى حارسي باربي يلعبها بسرعه. اكونيا، هذا سيلفيتي نعم اكونيا خرج، سيلفيتي اللي دخل مكانه على مستوى وسطي الميدان. كرة تصل الى الجانبية، ان شاء الله يكمل الزبيري بلقب الهداف في هذه البطولة، ان شاء الله يكمل الزبيري بلقب الهداف. عادت الكرة مرة أخرى، أرجنتينيا لا زالوا يستحوذون ولا زالوا يبحثون ولا زالوا يتقدمون، لكن أمام منظومة دفاعية محكمة بقيادة بكل تأكيد محمد وابي. توظيف حتى الآن بنفس الصورة والمشهد يتكرر في كل المباريات. الكرة عايدة، أرجنتينيا على الطرف الأيسر، سولير ماذا سيفعل سولير؟ عادت لوسط الميدان، ديلغادو على الطرف الأيمن. الحلول الآن، لكن أيضا يقظة وتركيز عالي جدا وانضباط ممتاز للاعبي المنتخب المغربي. هذه المنظومة الدفاعية التي اشتغلت باقتدار وبنجاح تحت قيادة نعم المايسترو، لأنه تكلم عن معزوفة في كل مباراة، معزوفة وفي كل مباراة مقطوعة وفي كل مباراة لوحة فنية. نتكلم عن المايسترو ونتكلم عن القائد ونتكلم عن الفنان وهبي الذي أعطانا هذه المجموعة الرائعة. الكرة تصل للأمام في اتجاه ياسر الزبيري، الزبيري يتحصل على التماس. إذا كانت الأرجنتين موطن المواهب والأساطير ميسي ومارادونا ونجوم كبار تعرفونهم، لكن أيضا المغرب بلاد المواهب والأساطير والأسماء الكبيرة التي صنعت التاريخ في الثمانينات وفي التسعينات ومرورا بجيل 2022 في ملحمة قطر، في ملاعب قطر. هناك حكاية أخرى وقصة الإبداع ونتائج وانتصارات تبقى محفورة في الذاكرة. أيضا نفخر بهذا الجيل الذي يصنع الحدث في ملاعب الشيلي في مونديال الشباب، ولكن هم الجيل الذي سيكون حاضر بحول الله في مونديال 2030 وفي الألعاب الأولمبية 2028. الكرة تصل، أرجنتينيا الآن في وسط الميدان، مرت على معما على الطرف الأيسر، غوميز يا إبراهيم، مرت أمام الجميع، تخرج بعد ذلك إلى رمية جانبية. نعم زوان يتحصل على التماس. برافو يا وهبي، صراحة كما نفخر باللاعبين نفخر بطاقاتنا التدريبية. وهبي وباها وسكيتيوي وأيضا وليد الركراكي. هذه كرة تسديدة لكنها بعيدة، لا يجب أن نترك الكرة للاعبين الأرجنتينيين في هذا المكان. التسديدة من ساركو، أول تسديدة على فكرة، أول تسديدة لساركو، لكن بعيدة تماما عن المرمى. يتناقشون هل كانوا ينتظرون هذا السيناريو؟ نعم، سيناريو مع الطاقات والإبداعات والأسماء والقتالية والانضباط، كل شيء حاضر مع المؤازرة الجماهيرية بكل تأكيد. هذه الكرة للأمام، جسيم الزبيري استلمها، يبحث عن عثمان ولكن مقطوعة.
عادت الكرة للألبي سيليستي. راميريز يلعب في المساحة، يعود عثمان للمساندة، زابيري يضغط. عندك الآن الاختبار يا معمر، لا يمر يا معمر. هذا هو بريسيان يبحث عن التسديد البينية لكن مكشوفة من باعوف. برافو يا باعوف، برافو يا باعوف، قطع الطريق بل قطع كرة لعب بريسياني. عادت أرجنتينية على السمات. نعم هنا نعيم قطعها، بايار قطعها، بايار يساند 3 بي في الدفاع، بايار باعوف وبختي. عادت الكرة من جديد. ديلغادو 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي من الجولة الأولى. الكرة بتصل على الطرف الأيمن، محاولة أرجنتينية العرضية. برايم بعد ذلك، برافو برايم غوميز يقطع هذه الكرة أمام كاريسو. برايم كرة في اتجاه سابيري، أقرب إليها سولير. مسيطرين تماما أمام الدفاع حتى الآن ناجح. ديلغادو لسيلفيتي اللاعب البديل، تصل لجوروسيتو على الطرف الأيمن، غالقين الممر الأيسر، لذلك يحاولون أكثر على جهة بريسياني. المراوغة هنا، التمريرة بعد ذلك، سيرفعون الكرة العرضية. معمر أنت الأول يا معمر، أنت الأول يا معمر. كيف مرت عموما عادت أرجنتينيا عن طريق بريسياني هنا سولير. ديلغادو يمشي بالكرة، حذاري من التسديد، تصل الجهة اليمنى. كاريسو حول المرور، جسيم يراقب، جسيم الآن، برافو جسيم، برافو جسيم. الكرة تقطع إلى رمية جانبية. سيكون من المهم جدا لو المنتخب المغربي حافظ على هذه الثنائية مع نهاية الشوط الأول. مهم جدا حفاظ على نظافة الشباك مع نهاية الجولة الأولى، هذا يكون دافع معنوي كبير في الشوط الثاني. بريسياني مع سولير بعد ذلك التسديدة، ولكنها تمر بعيدا عن مرمى ابراهيم، تمر بعيدا عن مرمى ابراهيم، لان ساركو مراقب تماما. فعلا فارضين عليه الرقابه لصيقه، وهذا مهم جدا لان حتى ساركو من الاسماء المميزه، وساركو نعم في الصندوق، هذا لا يترك حتى الان. الثنائي بختي وبعوف يراقبان تحركات براي. يلعب التماس، كرة في وسط الميدان، استلام على طول عن طريق لعب ديلغادو في الجهة اليمنى، لمسة وتحضير. هنا إمكانية رفع الكرة. إبراهيم كل تصدي يزيد من الثقة بالنفس بالنسبة لإبراهيم، كل تصدي يعطيه ثقة أكبر. إبراهيم غوميز، الكرة لعثمان، عثمان يتحصل على التماس، كم يقول تماس للأرجنتين، غريب. رمية جانبية، لنعود إلى مكاننا، إلى وضعيتنا الدفاعية. ديلغادو يقود هذه الهجمة، انطلاقا من الجهة اليمنى، دقيقتان متبقيتان على نهاية الوقت الأصلي من هذا الشوط. الكرة خطيرة، ولكن في إسماعيل. برافو بختي، يقطع هذه الكرة. عادت مرة أخرى، عادت أرجنتينيا، لا زالوا يبحثون عن الحلول أمام دفاع حتى الآن متميز. الكرة في وسط الميدان، اللمسة والتحضير، ولكنها بعيدة جدا. يا ديلغادو تترك بعد ذلك إلى ضربة مرمى. يتنفس الصعداء دفاع المنتخب المغربي. نعم يجب أن نتنفس للحظات، يجب أن نهدأ للحظات قبل تنفيذ ضربة المرمى من إبراهيم غوميز. رائعة الجماهير المغربية، بالمناسبة الجماهير التشيلية كذلك تؤازر المنتخب المغربي. يلعب التماس، سولير في وسط الميدان، تمشي بعد ذلك ناحية لاعب سيلفيتي. بريسياني
بريسياني في منتصف الميدان. ماسكين الكرة اللاعبين الأرجنتيني الآن، ماسكين اللاعبين الأرجنتيني الكرة الآن الرأسية، رأسية إلى ركنية. نعم ركنية في ليلتنا، أعتقد هذه الركنية الثالثة، ركنية ثالثة بعد تدخل إسماعيل بختي. ياسر يرجع، مهم جدا عودة ياسر، مهم جدا تموضع ياسر في القائمة الأول، في القائمة الأول. ياسر تلعب هذه الركنية، بريسياني يعيد للخلف، سترفع داخل منطقة الجزاء. ياسر برايم غوميز، مرت بسلام هذه اللقطة، مرت بسلام هذه اللقطة، مرت بسلام. شوف الإعادة مرة أخرى. برايم وطول قامته 5 دقائق، طبيعي جدا لأنه كان فيه توقفات وكان فيه فار. الحكم اللي خذا وقت كثير قبل اتخاذ قرار بإشارة البطاقة الصفراء لحارس المرمى باربي. كرة في منتصف الميدان، استلام عن طريق ديلغادو، ديلغادو على جهته اليمنى، لمسة لغوروسيتو. غوروسيتو الآن أصبحوا يلعبون كثيرا على الجبهة اليمنى، شافوا الضغط كبير على اللاعب بريسياني في الجهه اليسرى، خاصه وان بريسياني خالد بطاقه صفراء. سولير يرجع، سولير الان يلعب لبريسياني، بريسياني يعيد هذه الكيفيه، استلام بيريز، حتى بيريز لازم نحذر منه. بيريز في عمليه الخروج والبناء، اللمس على مشارف منطقه الجزاء، هذه صعبه، فيها ركنيه من جديد. رابع الركنيات، ضغط رهيب الان مفروض على دفاع المنتخب المغربي. الركنيات يران عليها كثير الالبي سيليستي، لكن ثقتنا في ابراهيم وثقتنا في الزباري وكذلك اللاعب باوف وبختي على مستوى ابعاد الكرات العاليه. ستلعب هذه الركنيه مع صعود راميريز صاحب القامه الطويله، ترفع هذه الكره الراسيه. باوف برافو، لمسه يد، لمسه يد، اعتقد كان في لمسه يد. عادت مره اخرى ارجنتيني على الطرف الايمن، نحذر يا شباب من اللحظات الاخيره. الكره ترفع الراسيه من جديد. غبنا في التحولات الهجوميه الان، اصبحنا ندافع اكثر، اصبحنا نرسل فقط الكرات للاعبين الارجنتينيين. هذه الكره للامام بالراس، التغطيه من اسماعيل بختي، بختي نعم، الكره تبعد الى رميه جانبيه. هذه المسألة طبيعية، الأرجنتين تندفع لأنها متأخرة بهدفين مع نهاية الجولة الأولى. بيريز، بيريز يلعب لبريسياني، سولير عادت إلى بيريز، هذا هو المثلث الخطير، هذا هو المثلث الخطير. سولير يلعب الكرة، بريسياني يحاول يمر، بريسياني ما يمرش، ما يمرش، ما يمرش، ما يمرش. برافو يا إبراهيم، برافو يا إبراهيم. قلت لكم بأن هذا اللاعب في منتهى الخطورة، هذا اللاعب لا يترك. بريسياني رهيب، بريسياني خطير، لكن ابراهيم غوميز يتصدى. هناك بطاقة صفراء ممكن، بطاقة صفراء ممكن، تدخل الماضي اعتقد في كارت اصفر، وهنا احتجاج من محمد وهبي على حكم المباراة بداعي ان اللقطة الماضية لابد ان يكون فيها بطاقه صفراء. هنا الاعاده، التعمد واضح، التعمد واضح، لكن هنا المثلث، وهنا بريسياني، هنا بريسياني، لكن لحسن الحظ ان غوميز غلق الزاويه، غلق الزاويه تماما، غلق الجهه اليمنى للمرمى، وبالتالي مرت بسلام. برافو يا غوميز، عامل شغل كبير ابراهيم غوميز، عامل شوط اول ممتاز ابراهيم غوميز. هذه الكره وصلت مره اخرى مغربيه، خليفي يلعب لجسيم، جسيم الان هجمه مغربيه، جسيم يا سلام، جسيم، ولكن السقوط. نحذر من تحول الارجنتينيين السريع الان. الكره للامام، الكره للامام، هذه في منتهى الخطوره. صعبه اللقطه الماضيه، كم كانت صعبه اللقطه الماضيه. اخطر كرات الارجنتينيين التسديدة الماضية. هل رأيتم لما هاجمنا هاجموا علينا، لما ضغطنا جاءتهم هجمة سريعة، مر على بختي، مر على بختي في كرة. نعم كنا محظوظين فيها بصراحة، كنا محظوظين فيها بصراحة. لقطة ماضية خطيرة على مرماك يا إبراهيم يا غوميز. تلعب الكرة مغربية، جسيم، صادق، لمن الصادق يخسر الكرة، الصادق يخسر الكرة، الصادق بريسياني يخسرها، بريسياني يضيعها. المهم يا شباب أن ننهي هذه الجولة بدون تقبل هدف،
المهم أن ننهي هذه الجولة بدون استقبال هدف، هذا شيء مهم. كرة في وسط الميدان، نعيم يعيدها هناك في الجهة اليسرى، برافو الجهة اليسرى في مساحة، زواني يتقدم، الزواني سدد الكرة وهنا تتحول مباشرة إلى حارس المرمى. هذا هو الزواني اللي جرب حظه بتسديده وقذيف جسيم. يلا يا جسيم، جاب جسيم، جاب معمر وحده، انطلق معمر وراوغ معمر، لا زالت مرت عالية. كيف ضاع الهدف الثالث، لقطة نعم كان ممكن أن تقربنا كثيرا من التتويج. هذه الإعادة مرة أخرى، قطعها الكرة كانت رايحة للشباك والمدافع يتدخل في نهاية المطاف. برافو يا شباب، شوط للتاريخ، شوط مميز، شوط قتالي، شوط في أهداف. نتمنى تكمل على خير إن شاء الله ويكون الشوط الثاني على نفس المنوال حتى نصل إلى تحقيق هذا الحلم، التتويج باللقب العالمي. إذا مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.